صباح الخير، عاملين ايه؟ طبعا شكلي باين ان انا لسه صاحيه من النوم، وباين جدا انا بعمل ايه. زي ما انتوا عارفين انا المحشي دوت جايباه بقالي كام يوم وما عملتوش. هو سبحان الله ليه نصيبه، لان انا كل يوم بقول هعمله وما بعملهوش. لقيت ماما بتكلمني الساعه 4 العصر، انا فعلا كنت لسه صاحيه من النوم، لقيتها بتقولي انا جايه. جايه دي اللي هو جايه لي من القاهره للمنيا، يعني جايه لي سفر. فقلت لها طيب هو نصيبك بقى، انا هقوم اعمل المحشي بسرعه. فانا قمت بقى، طبعا طريت البتنجان، كنت جايبه البتنجان اسود وابيض والفلفل. ما كنتش هعمل غيرهم، يعني دول ما بنحبش الكوسه قوي، فانا ما برجحهاش قوي وتقويرها ممل بالنسبه لي بصراحه. فالبتنجان والفلفل اسهل حاجه، وانا بالنسبه لي المحشي اسهل حاجه واكله سهله وسريعه، ومحدش يعارضني علشان دي بالنسبه لي بجد اسهل حاجه، وكل الناس بتستغربني لما بقول لهم كده. جبت بقى الرز، عملت كوبايه ونص رز، يا دوب يكفوا الحبة اللي انا عاملاهم دول. بعد كده هبدأ بقى اقور البتنجان بعد ما خلصت التطرية بتاعته. خد مني وقت كبير قوي التقوير، مش فاهمة ليه. يعني أنا مش عارفة ليه خد مني وقت كده. في حاجات كده تحسوا ان هي بتخلص بسرعة وسهلة، وفي حاجات بيبقى بتيجي عليها وقت بتبقى مملة. هو بقى المرة دي كان ممل جدا وما بيخلصش، معرف مع ان مش كمية كبيرة. يعني هم على بعض تقريبا كيلو ونص الاتنين على بعض، فما كانوش كمية كبيرة يعني. عايزه اقول لكم بقى ان انا جوزي بيقول لي ان انا احلى واحده بعمل محشي. يعني مش كلام بس، لا ده بجد هو شايف ان انا احسن واحده بعمل محشي، وكل اللي بياكل المحشي مني بيقول كده. وتحدي مع اي حد ان انا احسن واحده بعمل محشي. قورت بقى البتنجان، طبعا ما صورتش كل البتنجان وانا بقوره، صورت حبه حبه، واسراء صاحبتي كانت بتساعدني بان هي بتقطع لي الراس اللي فوق ديت علشان انا اقور وانجز بسرعه، لان كان لازم اخلص بسرعه. شايفين البتنجانه من جوه خلاص ابيض. كنت ساعات بشتري البتنجان ده متقور جاهز، بس برجع اعيد عليه، يعني لما بشتريه متقور برجع اعيد عليه تاني. فلا بقيت انا بقى بقوره في البيت، انضف واحسن، يعني بدل ما افضل اعيد عليه، طب ما انا كده كده هعيد عليه تاني، طب ما اقوره انا اسهل. فبقيت انا بقوره على طول في البيت خلاص. طبعا المحشي ده معمول تحت ضغط زن العيال، مش قادره اقول لكم بقى زن العيال تحت رجلينا كان عامل ازاي. المهم جينا بقى للتسبيكه. البصله قطعت بصلتين كبار كده حلوين، وبعد كده بشوحهم في الزيت. هقول لكم بقى خطوه خطوه التسبيكه دي انا بعملها ازاي، وعملتها لكم قبل كده على فكره. وفي هي تكايه كده بعملها وكذا حد استغرب، وماما برضو في اول الجواز لما عملت التكايه دي قالت لي لا ازاي المحشي ما يتحطش عليه كده، قلت لها لا هو كده طعمه حلو. من ساعتها وهي بقت بتحط زيي، وبيطلع طعمه تحفة وبيطلع لونه حلو جدا. كنت هعمل بقى ورق عنب جنبهم، بس لا يعني قلت لا مش هلحق ورق العنب، برضو شغلنا. وهو ورق العنب بيتاكل لوحده اصلا في يوم كده لوحده مع اكلة لوحدها، لكن دول مع بعض بتنجان وفلفل مع بعض. فعشان كده ما عملتش ورق العنب بصراحة، قلت لا انا مش هلحق، وكنت عايزة انجز يعني. بجد كان الوقت قليل قوي ان انا اعمل كده، يا دوب هما الساعتين اللي هتجيلي فيهم في الطريق اللي هو يكون الاكل خلصان. بقطع بقى البصل مكعبات كده صغيره قوي قوي قوي، علشان برضو ايه يعني يبقى باين، وفي نفس الوقت مش كبير قوي، مش صغير قوي مش كبير قوي. هبدا بقى اشوحه كده في نقطه الزيت دي. عايزه اقول لكم ان انا عندي مشكله في البوتاجاز بتاعي. البوتاجاز بوظ لي كل الحلل، عشان هو كان غاز، وانا لما جيت هنا المنيا فبقى انبوبه، فبوظ لي كل الحلل بتاعتي. جبت بقى الطماطم، عصرتها طبعا في الشفشق في الخلاط قصدي فجبت شفشق الطماطم. هحط بقى بعد ما البصله احمرت كده، انا ما بحبهاش اللي هي الصفرا، بحبها تحمر. وحطيت معلقتين ونص صلصه. عايزه اقول لكم ان الصلصه بتاعت هارفست دي تحفه حلوه جدا. الصويا صوص بقى يا جماعه هو التكايه بتاعتي، الصويا صوص بيخلي المحشي رهيب، وطعمه تحفه ولونه بيغمق كده وبيبقى حلو جدا. وبجد بجد جربوه مش هتندموا. في ناس كذا مره كذا حد قال لي يعني دبس الرمان، وكذا حد كتب لي في الكومنتات دبس الرمان، بس لا هو الصويا صوص انا بالنسبه لي ده على الاكل كله ده اساسي. طبعا زونا عمال ينكش وعمال يلعب وعمال يرازيني وانا واقفه بعمل الاكل. حطيت بقى التوابل، ملح فلفل بابريكا، مش فاكره حطيت ايه تاني. اه حطيت رشه كزبره كده صغيره قوي قوي، والسبرينكل انا بحطه طبعا على كل الاكل. ودي السبع بهارات كنت اول مره احطهم على المحشي، بس لا طلع حلو. حطيت برضو رشه صغيره قوي اللي هو هجربها. قلبتهم بقى وسبتها تتسبك خالص. بعد كده نزلت عليهم بالرز والخضره. ملحقتش اجيب بصراحه خضره طازه يعني، فكان عندي في الفريزر. انا الخضره لما بتبقى مني بشيلها في الفريزر وبتطلع تاني بتبقى حلوه جدا، ما بتبصش ولا اي حاجه. اهم حاجه بس تبقى ناشفه، مش يعني مغسوله ونشفت، ما تبقاش بس ان هي مبلوله عشان ما تبصش.
حطيت الرز وقلبته. طبعا انتوا هتشوفوا ان هو صايص، بس لا انا بحبه كده. ليه بقى؟ علشان وانا بحشي هنا حطيت الخضره خلاص، عشان وانا بحشي بقى المحشي بيبقى فيه صوص كده، بيبقى حلو جدا. ما بحبش الرز يبقى ناشف، بحب ان انا الرز يبقى فيه، المحشي يبقى فيه الرز وصوص كده الصلصه. فكل ده بقى بيستوي مع بعض، فبيبقى طعمه حلو جدا، وما بيبقاش ناشف كده من جوه ومعجن. انا ما بحبش كده. شايفين بقى الخلطه طلعت حلوه ازاي؟ لا انا اتحدى اي حد بصراحه في المحشي. هنا بعد ما خلصت وحشيت كله ونزلت بشويه الخلطه الباقيين دول عليهم من فوق. طبعا الحله دي انا قلت لكم من زمان، من ساعه ما اتجوزت، ان انا بعمل فيها المحشي على طول. بتسوي من غير شوربه ومن غير ميه ومن غير اي حاجه، بحطها في الفرن زي ما هي كده. حطيت بس من تحت طماطم. نيجي بقى للفراخ. قطعت بصلايه في الكبه الصغيره بتاعه الخلاط، مش الكبه الكبيره. قطعت بصلايه وملح وفلفل وكمون وكاري، واحط كركم وبابريكا. اه وحطيت على خلطة المحشي بابريكا برضو. وحطيت السبرينكل ده طبعا ما اقدرش استغنى عنه برضو في الاكل. وحطيت رشة قرفة، وهحط رشة ليمون، ودي رشة جنزبيل. وهحط عصير الليمون نقطة صغيرة قوي قوي، ونقطة زيت وبرضو رشة صويا صوص كده، وحطيت توم باودر. الصويا صوص برضو بيدي للفراخ طعم ولون حلو جدا. هضرب بقى كل دول مع بعض وهدهن بيهم الفراخ. وعايزه اقول لكم ان هي طلعت طعمها رهيب. طبعا الفراخ عندي برضو، الفراخ عندي كان عندي نص فرخه، فطلبت ان انا اجيب تاني، بس يعني جت بعد ما صورت الفيديو، فدول اللي انا صورتهم. يزن طبعا كل ما شغل الخلاط بيحب هو يجي يشغل الخلاط بنفسه، وبعد ما نفصل الخلاط يفضل يعيط. هنا خلاص خلصت الخلطة اهي. عايزة اوريكم بقى الفراخ هتبقى شكلها عامل ازاي بعد ما دهنها بيها. انا دايما لما باجي اعمل الخلطة دي ببشر البصلاية، بس انا المرة دي قلت لا، اضربهم كده مع بعض في الكبة كده اما اشوف ايه هتبقى عاملة ازاي. وهي طلعت المرة دي احلى بكتير من ان البصلة تبقى مبشورة يعني. فالطريقة دي احلى بكتير. وشوية التوابل طبعا ادوهم طعم تحفة. سنة الليمون والزيت والصويا صوص هم دول بقى السر بقى في ان هي طلعت حلوة قوي قوي قوي. بجد ماما بعد ما اكلت الفراخ دي قالت لي: امنية، هو انت عاملاها ازاي؟ قلت لها: والله يا ماما انا عاملاها عادي جدا، ما فيهاش اي حاجة. بعملها بقى كويس قوي قوي بالخلطة في كل حتة. وبرضو بحطها في الحلة اللي هي بتاعة تابر وير دي، اللي هي من غير اي حاجة. دي عايزة اقول لكم ان هي صحية اصلا، ولا زيت ولا اي حاجة ولا سمنة ولا الهوا. اهي دي الحلة التانية. انا اتجوزت بالحلة المدورة دي، وبعد الجواز رحت جايبة المربعة علشان بقيت احتاج الاتنين. فحطيت الفراخ من غير اي حاجة تحتيها، ونزلت عليها بالخلطة وحطيتها في الفرن. المحشي بياخد في الفرن حوالي ساعة. بصوا بقى هنا شكله بعد ما خلص حوالي ساعة، ساعة ونص، والفراخ برضو نص ساعة، ساعة الا ربع. هنا شكله بعد ما خلص. شايفين الجمال؟ شايفين لونه اصلا؟ انا بحب بقى اللون اللي هو الغامق دوت، مش اللون الفاتح ده، بقى علشان التسبيكة لما عملتها مش ماسكة نفسها قوي، فالصوص ده كله بيخرج، فبيبقى بيلون المحشي من بره ومن جوه، وبيديله طعم تحفة، وبيبقى جوسي كده مش ناشف. بس عايزه اقرا رايكم بقى بصراحه، المحشي بتاعي شكله عامل ازاي؟ يعني ان شاء الله كده دوقكم كلكم قريب من المحشي بتاعي. مش عارفه ازاي، بس يعني قولوا لي ايه رايكم كده من شكله. ودي الفراخ خلاص كانت خلصت. شايفين برضو الصوص اللي نازل منها. عايزه اقول لكم ان الاكل عجب ماما جدا جدا. اشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير. باي باي.